كان شيخ شاب قبل 1000 سنة أو أكثر، بل أكثر من 1000 سنة، كان لا يسير مسير أهل البيت عليهم السلام، كان سنيا ونشطا، وقد كتب كتب عديدة في ذلك المجال. ولكن شباب الشيعة في ذلك الزمان في بغداد، وهم قلة، لعل عددهم في ذلك الوقت في أيام الحكومة العباسيين، ولعل عدد شباب الشيعة دون 1%، أقل من 1%، ولكنهم كانوا نشطين في التعلم ونشطين في البحث والتعليم. شباب الشيعة تكلموا مع هذا الشيخ الشاب السني حتى أصبح شيعيا ومن ثقات الشيعة ومن كبار علماء الشيعة، وكلكم سمعتم باسمه، ولكن هذا الوصف لعلكم لم تسمعوا به، وهو معروف، اسمه شيخ محمد الملقب بالعياشي. سامعين تفسير العياشي؟ هذا العياشي كان عالما سنيا، وشباب الشيعة شباب أمثالكم ناقشوه، باحثوا معه. هسه شقد باحثوا معه؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، حتى العالم السني الذي كتب كتب وكان عالما نشطا صار مواليا لأهل البيت، وأصبح من ثقات الشيعة، وأصبح من كبار علماء الشيعة، وألف أكثر من 200 كتاب. طبعا كتبه فيما بعد كبقية مكتبات الشيعة أحرقت، ولم يبق من كتبه إلا بعض تفسيره المعروف بتفسير العياشي. هذا الرجل كان أبوه العياشي شيخ محمد، كان أبوه من كبار تجار بغداد، كتبوا في تاريخه، ومات أبوه وورثه هو هذا الشيخ محمد. أبوه اسمه الحاج مسعود، ولذا يقال له محمد بن مسعود العياشي. لم كتبوا في تاريخه أن أبوه لما مات خلف لهذا الابن من الإرث 300,000 دينار ذهب. 300,000 دينار ذهب يعني أكثر من طن ذهب، أكثر من 1000 كيلو ذهب. صرف هذا الابن كل هذا المال الضخم في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وله تلاميذ من كبار علماء الشيعة، حتى تلاميذه، أحد تلاميذه الكشي، رجال الكشي صاحب الرجال، اللي يعتمد
أكثر من 1000 سنة فقهاء الشيعة على هذا الرجال، اللي هذا واحد من تلاميذ ذلك العالم.